عارف احساس ان انت دايما مشغول بس في نفس الوقت مش بتنجز حاجه؟ كل شويه بنعمل جدول وبعد كده الجدول ده يبوظ، او ثانيه ثانيه انا هقوم اعمل كوبايه شاي عشان مش عارف انا هعمل ايه، اعمل كوبايه شاي وبعد كده نكسر الدنيا. كل ده سببه ايه؟ سببه في الاساس ان احنا ما عندناش نظام واضح لحياتنا. ممكن يكون عندنا هدف لكن مش عارفين نوصل لهدفنا ده ازاي. ايه الاخبار؟ انا دكتور كيرلس جمال، وفي القناه هنا بنشارك مع بعض كل حاجه ليها علاقه بالتغذيه، بالانتاجيه وبالمهارات، لان دول الثلاث ركائز او دول الثلاث جوانب اللي هيخلونا يكون عندنا حياه افضل بكتير وانتاجيه اعلى بكتير. والكورنر ستون او الركيزه الاساسيه كمان للثلاث حاجات دول هم ان يكون عندنا سيستم واضح. لان لو هنتكلم عن الاهداف فالهدف هو النتيجه اللي انا عاوز اوصلها في الاخر، بس السيستم هو العادات اللي هتخليني اوصل للهدف ده واعديه كمان. بمعنى ممكن يكون هدفنا ان احنا نخس مثلا 10 كيلو، ده هدف، ولكن السيستم النظام هو مجموعة العادات اللي هتوصلني للهدف ده. زي مثلا ان انا هتمرن 3 مرات في الاسبوع، وكل يوم الصبح في الفطار هيكون عندي جزء بروتين، والغدا هيكون فيه جزء معين بروتين بالشكل الفلاني، بحيث ان في الاخر مع الوقت انا مش بس هخس 10 كيلو، لا ده انا هوصل للجسم المثالي وهفضل محافظ عليه. فالسيستم بيوصلني لما هو ابعد كمان من الهدف. علشان كده مهم جدا جدا ان احنا يكون عندنا سيستم، انه يكون عندنا نظام مش بس هدف.